السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحلى متابعين. معادنا النهاردة مع الحلقة الأخيرة من مسلسل المرأة القوية جانجنام سوان. شفنا نام لما صممت إنها تدخل مكتب المدير على أمل إنها تلاقي دليل على تجارة المخدرات، ودخلت تفتش في كل مكان، واعتمد غاني إنها بتستخدم أكتر الطرق المتطورة في التخفي ووقف استناها، لكن هي في الحقيقة كانت ملونة وشها وخلاص على كده. وأول ما حارس المدير ما شافها أخدت الكمبيوتر ونطت من الشباك وطلعت تجري، وراح غان بالعربية وراها لحد ما وقفها، وكان مش مصدق ان خطتها غبية قوي كده. وقعدوا في حديقة عامة، وكانت الجدة في مكان قريب منها بتتمشى مع جون ومبسوطة جدا ومش حاسة باللي حصل، وهو ان جوزها والد اولادها لسه عايش ورجع من السفر، وبكده ما بقتش ارملة زي ما كانت فاكرة. ولو عرف انها مخطوبة هتبقى مشكلة كبيرة. واول واحدة عرفت الخبر هي هوانج، بس اهتمت بحاجة تانية وهي انها تزور هواجا بعد ما عرفت انها حاولت تأذي نام وطلبت منها تتوب وتعيش حياة شريفة، ووقتها هتسامحها. اما نام فما راحتش معاها، لكن راحت لشغلها، وكان اوسي هناك متعصب وبيعاقب كل الحراس بعد ما عرف ان الكمبيوتر بتاعه اتسرق، وقال عليهم انهم مجموعه من الفشله. وكان الكمبيوتر في الوقت ده في قسم الشرطه، والخبراء بيدوروا فيه على اي معلومه، بس المفاجاه انهم ما لاقوش اي حاجه خالص. وده الكلام اللي بلغه غان لنام، وقالت له انها من مكانها هتحاول توصل لاي معلومه. واوسي كمان كان بيدور على اي معلومه توصله للبنت اللي سرقت الكمبيوتر بتاعه، وربط بين الاحداث، وتوقع ان تسانج هي نام بنت هوانج وجايه تشتغل عنده علشان تتجسس عليه. وبعد ما هواجة فكرت في كلام هوانج، اكدت له ان تستاندنج مش هي نان، وهو صدقها ومشي، ورجع على المصنع نادى عليها وطلب منها تفضل معاها بدل الحارس بتاعه لانه مش مركز وتفكيره مشتت، واخدها وراح بيها لقاعه الاجتماعات. وفي الوقت ده وصلت هوانج لقاعه الاجتماعات دي ومعاها غان وهو متنكر ومسمي نفسه جيمي. واول ما اوسي وصل ومعاه نام اتفاجئوا جدا، وعلشان اوسي ما ينتبهش ان في حاجه غلط قامت هوانج واتكلمت بشكل طبيعي جدا. وبعد شويه خرج غان بحجه دخول الحمام وزرع كاميرات في كل مكان، وبعت رساله لهوانج طمنها ان كل حاجه تمام. فشمت هوانج نفسها وسالت اوسي عن حقيقه علاقته بالمافيا الروسيه، فتفاجئ اوسي بكلامها لانه ما كانش متخيل انها توصل للمعلومات دي وتكشف الستار عن خلفيه دوغو. ولما اتكلمت كتير في الموضوع ده اتدخلت نام بصفتها الحارسه وطلبت منها تلزم حدودها، فاعتذرت هوانج وسابتهم وقامت. وكان باين على اوسي انه متضايق جدا، وقال له نام لدرجه انه بيفكر يموتها وسابها ومشي. وجت السكرتيره وطلبت منها تمشي معاها لانها عايزاها في حاجه مهمه. اما هوانج فاتصلت بيها والدتها وطلبت منها تقابلها علشان تصورها وهي بتاخد جايزه افضل جزاره، وفعلا راحت لها مع ان ما كانش عندها وقت ولا فاضيه لكل الكلام ده. وحاولت هوانج تمهد لها ان والدها رجع من تاني، فانهارت الجده وفضلت تصرخ لحد ما وقعت في الارض واغمى عليها. فنقلتها هوانج على البيت وجابت لها دكتور، واول ما فاقت اتصلت بجون وهي بتعيط وبتبص على خاتم الزواج اللي قدمه لها. ووصل جانج وكان عايز يعرف ايه اللي بيحصل مع بنته، فلقى نام وصلت وحكت لوالدتها ان السكرتيره اخدتها المكان وكانت محضره مجرمين علشان يهاجموها، بس طبعا هي اللي ضربتهم. وبعد ما جانج اطمن ان بنته بخير رجع الاستوديو فلقى إين مغمى عليه، وطبعا حاول يفوقه. وبنشوف الجده بعد ما استردت قوتها لبست واتشيكت على الاخر وراحت على المطار استقبلت زوجها وهو جاي من السفر. واول ما شافها جري عليها وهو سعيد جدا، بس هي كانت خلاص اتخنقت منه بعد ما هجرها من سنين كتيره وما كانتش تعرف عنه حاجه، لدرجه انها فكرته مات واعتبرت نفسها ارمله. واللي ضايقها اكتر انها بعد ما بدات تعيش مبسوطه وتلاقي شخص يحبها وعايز يتجوزها، رجع جوزها القديم وبوظ لها كل خططها. ولما سالته هو رجع ليه، قال لها انه عايز يعيش معاها لحد ما يموت، فابتسمت وقالت له انها هتموته دلوقتي، وضربته ضربه طيرته في الجو وخلته يفقد الوعي. وراحت شالته وركبته في ترول الشنط واخدته ومشيت. وتاني يوم في المصنع بعت اوسي نام وسالها ان كانت تقدر تقتل حد ولا لا، وبعدها بلغها انه قتل هوانج وتخلص منها، وفي نفس الوقت باين ان موتها مجرد حادث طبيعي. فاتصدمت نام من كلامه، وحتى غاني اللي كان شايف كل حاجه بالكاميرا اللي في الساعه بتاعته، وجري على مكان الحادثه ولقى عربيه هانج مقلوبه وهي جواها وغرقانه في دمها. وكان حارس اوسي كمان هناك واتصل بيه طمنه انه عمل المطلوب منه حاليا والاسعاف بتنقلها على مستشفى ميو. فطلب منه اوسي انه يروح لها المستشفى ويتاكد ان كانت ماتت ولا لا، بس غان سبقوا على المستشفى ولقى هناك الجده ومعها زوجها علشان تعالجوا من اللي عملته فيه، وما كانتش تعرف ان بنتها الوحيده بين الحياه والموت في المستشفى. ولما راحت للدكتور المسؤول علشان تعرف منه اخر تطورات حاله زوجها، عرفت منه انه محتاج عمليه، وقال لها الدكتور ان هوانج هي كمان في المستشفى. فراحت على طول على اوضتها، ولما الحراس حاولوا يمنعوها ضربتهم ودخلت لهم، وكانت هوانج حالته صعبه والشاش والقطن مغطي كل حته فيها. فانهارت الجده وفضلت تعيط جنبها وقالت لها انها هتسفرها لاي بلد لحد ما تخف. وفجاه لقت الجده تليفونها بيرن
وكانت هوانج هي اللي بتتصل. فردت عليها الجدة وهي مستغربة ولقيتها هي فعلا، وقالت لها ان اللي نايمة في السرير ده هي بديلتها. وقفلت هوانج معاها الخط وبعتت رسالة لنام وطمنتها انها بخير، وقالت لها انها كانت عارفة ان اوسي هيحاول يقتلها، وعلشان كده عملت حسابها ووهمته انه عمل اللي هو عايزه علشان تقدر تدور وراه براحتها. ففرحت جدا نام وراحت للمخزن تدور على اي دليل ضد اوسي علشان تقضي عليه. اما الجدة فراحت لهوانج واطمنت عليها بنفسها، وحكت لها هوانج انه وهي سايقة ظهرت عربية نقل وفهمت انها عايزة تقتلها، فاتصلت بغن وقالت له رقم العربية، ورمت مسامير في الطريق وخلت كاوتش العربية النقل يفرقع، وقلبت عربيتها بنفسها واستخدمت لون احمر وحطته على وشها وعملت نفسها مجروحة. ونزل القاتل وطمن اوسي ان كل حاجة تمام ومشي. وراحت هوانج لوالدها بعد كده علشان تزوره وتطمن عليه، وبعتت السكرتيرة بتاعتها ايميل لاوسي بان هوانج في المستشفى بين الحياة والموت، وعشان كده هيأجلوا الصفقة اللي بينهم. ولقت سونج جاي يعيط للسكرتيرة وقال لها انه عمره ما اتفق مع والدته، وكان دايما بيشتاق لوالده وبيتمنى رجوعه، ولما ده حصل مسكته والدته وضربته وغالبا هتموته، وابنه يرجع تاني بالاحداث للمصنع. ونام اللي بعت لها اوسي وطلب منها يتعشوا مع بعض، واخدها المطعم فخم جدا وطلب منها تحكي له قصتها، وما كانش في اي طريقة تهرب من الكلام. فقالت له انها ورثة قوتها من والدتها، وكان غان شايفهم وسامعهم وحس انه غيران، وخصوصا لما اوسي قال لها انه هيوصلها لبيته، لكنه انتبه انها لازم تروح لبيت تاني بدل ما اوسي يكشفها. فبعت لها عنوان بيته وخلت اوسي يوصلها ليه، وما كانتش عارفة تشاور على اي بيت فيهم، فقالت له ان بيت صديقها ومش لازم يبقى عنده فضول كبير كده. فاتحرج اوسي وركب عربيته ومشي، وهو في الطريق افتكر لما كان طفل صغير وكان عايش مع عصابة علموه القتال وادوله مسدس وهو سنه ما كملش 10 سنين، واجبروه ان يقتل واحد خانهم. وبنشوف هوانج وسونج وهم قاعدين مع والدهم، وكان عندهم فضول يعرفوا كان فين كل ده، فقال لهم ان سافر لمنغوليا علشان يدور على نام، وكان عارف انها بتحب الاماكن العالية، فقرر انه يسافر لكل البلاد اللي فيها جبال عالية، وكان متأكد انه هيلاقيها لحد ما قابل مرشد روحي. فسكتته هوانج وقالت له انه كان لازم يقول لهم لانهم فكروا هجرهم، ووالدتها اتعذبت كتير من غيابه، وطمنته بان نام رجعت خلص وكان هيطير من الفرح. وسابته هوانج بعد كده ورجعت على بيتها، وجات لها السكرتيرة بتاعتها وقالت لها ان هو جات لها على الفندق فسكنتها وادت لها وظيفة كمان. ففرحت هوانج واتمنت ان هو تتغير فعلا، ودخلت نام قبل ما تروح لشغلها. فقالت لها هوانج انها لازم تعمل كل جهدها وتخلي غان يتقدم لها وتتجوزه بسرعة علشان تجيب منه بنت تورث قوتها ويستمر النسل القوي بينهم. وكان غان اصلا مش بيفكر في الجواز خالص، وعلى طول مشغول في الاسم. ولقى جانج جاله وقال له ان اين اخد حبوب للتخسيس وبقاله اكتر من يوم نايم وبيصحى يشرب ميه كتير جدا وينام تاني. فشك غان ان اين اخد من المخدر القاتل، وسأل جانج الوضع ده من امتى، فقال له جانج ان بقاله ايام على الحال ده، وفي مره شرب 2 لتر مره واحده وطلع علبه البرشام وكان فيها بواقي حبايه، فاخدها منه غان علشان يحلل مكوناتها. بس الاول ركب عربيته ومشي ورا عربيه خارجه من مخزن مصنع دوغو ركبت فيها نام علشان تتاكد من مكوناتها، ولقوها محمله جاكيتات. فعمل غان نفسه بنته وعربيته عطلانه ووقف قدام العربيه وطلب من السواق انه يساعده، وشغلوا على بال ما نام نزلت من العربيه ومعها جاكيت وسابته لهم وجريت على شغلها اللي خرجت منه من غير ما حد يلاحظ. واخد غان الجاكيت على الاسم وفتشه واكتشف انه محشي بريش لما بيتحط في الميه بيتحول لبودره مخدره. فاتصل برئيسه بس ما ردش عليه لانه كان مغمى عليه، بس غان ما كانش يعرف واتصل بهوانج وقال لها على اين بانه بياخد اقراص مخدره على انها اقراص تخسيس. وطبعا اتصدمت هوانج صدمه عمرها وقفل معاها غان، ولسه هيتصل بنام لقى اوسي بيطلب منها توافق انهم يرتبطوا، وقال لها انه بقى بيفكر فيها طول الوقت وحاسس انه معجب بيها والارتباط ده هيوصلهم للجواز في الاخر. وكانت نام حست انها اتاثرت بكلامه ولسه هتتعاطف معاه، جالها اتصال بلغها ان اين اخد مخدر، فحاولت انها تتماسك على قد ما تقدر واعتذرت لاوسي لانها لازم تاخد اذن وتمشي. اما غان فوصلت له رساله بان رئيس المكتب في بيته فاقد لوعيه، فجري عليه ودخل الشقه وحاول يفوقه لكنه اكتشف انه ميت. وطبعا انهار ولمح تليفونه جنبه مكتوب فيه رساله بتقول المذكرات البني في المكتبه. فوقف غان قدام المكتبه ولقى اجنده لونها بني فاخدها وفتحها، وكان مكتوب فيها مذكرات الرئيس عن فتره مرضه. ووصل اتصال لغان من نام ولسه هتقول له على اين، فسبقها وقال لها ان الرئيس مات وانه عارف كل حاجه عن اين ولازم دلوقتي يمنعوا عنه الميه لمده 24 ساعه وهو هيتحسن. وقالت نام لوالدها ووالدتها ان في ترياق للمخدر ده سمعت عنه من اوسي، وما كانش والدها فاهم حاجه من اللي هي بتقوله، فقالت له انها هتفهمه بعدين. ووصلت الاسعاف ونقلت اين على المستشفى، وفضلت نام جنب اخوها مع والدها ووالدتها. وكانت هوانج طول الوقت بتلوم جانج ومحملها مسؤوليه اللي حصل لانه اهمل في تربيه اين وخلاه يوصل للمرحله دي، وطلبت منه يديلها تليفون اين على امل انها توصل لاي معلومه. فادالها التليفون وقال لها انه دور قبلها في كل الرسائل والمكالمات وما لقاش اي
اي حاجه، فطلبت منه يدور في حساب إين البنكي، وفعلا لقاه محول مبلغ لرقم حساب اكتر من مره، فاتصل بصديق ليه وطلب منه يساعده ويعرف اسم صاحب الحساب، لكن صديقه رفض لان ده تصرف ضد القانون. وطبعا جانج اتعصب جدا، فراحت له نام وقالت له انهم لازم يستعينوا بالشرطه، واخدته وراحت على الاسم، والشرطيه كانت عارفه نام فساعدتهم، وترجاها جانج انها تقول له اي معلومات علشان يلاقي الترياق بسرعه وينقذ ابنه. فقالت له الشرطيه انها مش هتقدر تخالف القانون وتقول لهم حاجه بنفسها، لكنها سابت الكمبيوتر اللي فيه كل المعلومات مفتوح قدامهم وثبتهم وقامت، وهم فهموا انها بتديلهم فرصه يعرفوا كل اللي عايزين يعرفوه، واستغلوا الفرصه ونقلوا بيانات الشخص. لكن جانج كان فاهم كويس ان اكيد المجرمين هيكونوا اذكى من انهم يستخدموا حساب شخص منهم، وان ده اكيد حساب مزور ملك اي واحد من المشردين. فاخدت نام البيانات واتصلت بون صديقها المشرد اللي تحول لنجم سينمائي، وطلبت منه يجيب لها المتشرد، وطمنت نام والدها وعدته انها مش هتسيب اخوها يتاذي وهتعمل كل اللي تقدر عليها علشان تنقذه. وفي الوقت ده كان انفاق ولقى والدته جنبه، فطلب منها تشربه ميه، ولما رفضت قام هاجم عليها وكان عاوز يضربها، واضطرت انها تستخدم قوتها لحد ما هدته، وطلب منها تساعده وحكى لها ان البنت اللي بعت له الحبوب جات له لحد عنده. فاتصلت هوانج بالسكرتيره بتاعتها وطلبت منها تجيلها المستشفى. وفي الوقت ده كان اوسي في مكتبه وجاله اتصال بيبلغه ان الشحنه اللي سلمها ناقصه جاكيت، وكان اوسي مش فاهم ازاي ده حصل مع انه متمم على البضاعه بنفسه، وطلب من السكرتير بتاعه انه يجيب له سواق العربيه. واول ما السواق جاله قام اوسي مسك مضرب جولف وضربه به وقال له انه هيقتله لو ما قالش ايه اللي حصل معاه بالظبط وهو بينقل البضاعه. فحكى له السواق عن العربيه اللي وقفته في الطريق، فطلب اوسي تسجيل الكاميرات في كل الطرق من وقت خروج العربيه من المصنع. وكان نام مع والدها وحكت له على اللي بتعمله، وفضل يتعصب عليها لحد ما جالها اتصال من وون بلغها انه لقى المشرد اللي ادت له بياناته وانه بعت يجيبه لها. فرحت له نام والدها على طول وقابلوا المشرد وحاولوا يعرفوا مين اللي عمل حسابه البنكي. فقال لهم ان من سنه واحده جات له واحده وادت له فلوس كتير وعملت له الحساب، وقال لهم كل اوصافها وكمان رقمها، وحاولوا يتصلوا بيها بس ما كانتش بترد على حد لان اخبار المخدر انتشرت في كل مكان. وحتى غان راح بنفسه قبض على حارس اوسي بتهمه بيع المخدرات، وكشف نفسه لسكرتير اوسي، وراحت سكرتيرة اوسي بلغته باللي حصل، وكان وصل له كمان تسجيل الكاميرات وظهرت عربيه غان، بس لحسن الحظ ان نام ما ظهرتش وبكده ما اتكشفتش. وفي الوقت ده كانت هوانج عماله تتصل بالبنت اللي باعت لإين المخدر لحد ما ردت عليها ووافقت انها تبيع لها الترياق مقابل ملايين. فرحت لها هوانج بنفسها ودفعت لها، ورجعت بالترياق لإين شربته له وخف على طول. وصل جانج وشكرها على مجهودها وهي كمان شكرته، وبعد ما نامت طمنت على اخوها ورجعت لشغلها ودخلت لأوسي علشان تعتذر له على التأخير، وكان لسه واخد جرعه من المخدر وشكله غريب جدا. وده خلاها تخاف وسألته إن كان بخير، فطلب منها ما تقربش منه وسابها وخرج، ولقى واحد مستنيه ويمسك فيه. ففهم أوسي إن بيوم هي اللي بعتاها علشان ياخد منه الترياق، ورفض يديله أي حاجة وقال له إن الترياق بتاعه هو وبس ومش هيدي منه بيوم ولا بافل. ولما الشخص ده هدده بمسدس أخده منه أوسي وقتله بيه وساب جثته مرمية في الأرض ومشي. وبنشوف هوانج وهي واقفة مع واحد من جمعية ضد المخدرات اللي انضمت ليها من فترة، قالت له إنها عرفت إن في ترياق للمخدر، فقال لها إن عضو المافيا الروسية بافل موجود في كوريا وبيتواصل مع التجار اللي هنا بجهاز شفرة متقدم جدا، وعرفوا سر بصعوبة جدا. وطلب منها تخلي بالها كويس لانهم اكيد بيراقبوها طول الوقت، وسابها ومشي. وكانت نام كل ده في مكتب اوسي وشافت عنده ازازة ترياق، فاتصلت بغان علشان تقول له، فسبقها هو بخبر سيء جدا وهو موت الحارس اللي قبض عليه بتهمة بيع المخدرات، وبكده ما بقاش عنده شاهد. وطبعا اوسي هو اللي عمل كده، ورجع للمكتب المرة دي وكان مزاجه احسن بعد ما شرب الترياق، وقال لها ان مشاكله بتتحل واحدة ورا التانية ويفضل دلوقتي بس انه يقتل هوانج. وفعلا بعت لها ممرضة علشان تحقنها بسم، فلقت الممرضة ان اللي نايمة قدامها ومربوطة قامت وقفت وضربتها لانها طلعت شرطية، ودخلت هوانج ضربت الممرضة كمان ومسكتها من رقبتها وطلبت منها تبلغ اللي بعتنها بان هوانج لسه عايشة وما ماتتش. وكان اللي بعتها بيتغدى مع نام وبيحاول انه يبقى رومانسي ويخليها تعجب بيه لحد ما وصلته مكالمة الممرضة وعرفته بخدعة هوانج وانها كل ده كانت بتوهمهم انها مصابة. فتعصب تاني وبعت للحارس العملاق وطلب منه يراقب هوانج في كل تحركاتها، وقال لنام انه لازم يلاقي بنت هوانج لانها هتكون نقطة ضعفها، ده غير انه لازم يقتل هانج وكل عائلتها لانها خطر عليهم. وكان عنده حق في ده لان هوانج ما كانتش سهلة ابدا، وشنطة الفلوس اللي دفعتها مقابل الترياق كان فيها جهاز تتبع، فبلغت غان بمكان المجرمة وهو اتحرك على طول وقبض عليها، وبكده بقى معاه شاهد جديد. وبعدها راح اخد نام علشان يوصلها وطلب منها ما ترجعش المصنع ده تاني، ولما قالت له ان ده واجبها ولازم تبقى موجودة
موجودة علشان تحمي عيلتها، قال لها إنها كده بتضرهم مش بتنفعهم ولازم تسمع كلامه وتبعد عن أوسي فورا. وهي فهمت إنه غيران عليها وده حاجة فرحتها جدا، فسكت وغير الكلام. والدتها هوانج كانت بدأت في إجراءات الحماية للكل، فطلبت من السكرتيرة بتاعتها إنها تبقى حريصة جدا، وبعتت حراسة كتيرة لجانج وآين، وطلبت منهم يقفلوا الاستوديو وما يتعاملوش مع حد غريب، وبعتت أكل كتير لآين علشان ما يخرجش خالص. وبنشوف غان بعد ما وصل نام راح حقق مع المجرمة، وكان مبلغ النائب العام بكل القضية ومقدم له ملف كامل عنها، وما صدقش أبدا المعلومات الموجودة وإنه أوسي متورط بالشكل ده، فاتصل به وقال له على القضية. وأوسي قال له إنه جاي له المكتب على طول، وهو خارج لقى الحارس العملاق بيقول له إنهم عرفوا كل عائلة هوانج ما عدا بنتها. فأخدوا أوسي وراحوا على مكتب النائب العام ودخلوا على طول، وأول ما النائب العام شافه سألوا إن كان من المافيا الروسية وبيبيع مخدرات. والغريب إن أوسي ما أنكرش واعترف له بكل حاجة، فتعصب عليه النائب العام على عكس أوسي اللي كان بيتعامل ببرود غريب، واللي من ضمنه إن كان بيتعاطى المخدرات وهدده إنه ممكن يبلغ عنه، وقرب منه لكم ووقعه في الأرض وقال له إنه بيعرف حاجات أكتر بكتير زي إنه بيخون مراته وبنته بتدرس بمنحة حكومية مش من حقها، والحاجات دي كلها لو وصلت للمسؤولين هيبقى عقابه كبير عندهم. وغان ما كانش يعرف حاجة لأنه كان لسه في التحقيق، وعرض على المجرمة إنها تقول له كل أسماء الموزعين والعملاء وهو هيفرج عنها، وسابها تفكر وخرج قعد على مكتبه. فبعتت له رسالة إنها محضرة له وجبة هيحبها جدا، ولما زمايله سمعوه بيتكلم عن أكل صمموا إنهم يروحوا معاه، وسابتهم هي وراحت لأوسي لأنه بعت لها عايزها، وأخدها وخرجوا تمشوا لحد ما وصل له خبر من واحد من رجالته إنه خطف سكرتيرة هوانج، فوصل نام ومشي. وكانت هوانجا عاملة برنامج إخباري وخلت السكرتيرة هي المذيعة، والبرنامج بيذيع أخبار المخدرات والأضرار اللي بتعملها. وكان ميعاد البث قرب ووقفت هوانجا مستنياها، ولما لاحظت إنها اتأخرت اتصلت بيها كتير بس ما كانتش بترد، وبعد شوية بعتت لها رسالة بإنها تعبانة ومش قادرة تيجي. فاتضايقت هوانجا منها وقالت عليها إنها مهملة وما كانتش تعرف إنها مخطوفة، واللي خطفها هو اللي بعت لها الرسالة من تليفونها. وأول ما السكرتيرة فاقت لقيت ورقة فيها رقم جنبها، اتصلت بيه وده كان رقم أوسي، ورد عليها وقال لها إن الأفضل ليها تسمع كلامه والا هيقتلها، واللي ذا حلقه الاخبار شخص تاني غيرها، والحلقه دي كان مطلع فيها الجاكيت ويطلع الريش، واثبت قدام الكل انه بيتحول لمخدر. ولما الشرطه شافت الحلقه لم رئيس المباحث غان انه طلع الجاكيت للاعلام، وكان متاكد انه هو اللي وصله لوانج. وقتها سالوا غان هو زعلان علشان عمل غلط ولا علشان القضيه بدات تشغل الراي العام، وفي الاخر قال له بمنتهى التحدي انه مش هيتراجع عن اللي بيعمله مهما كلفه الامر، وسابه وخرج من مكتبه. واتصلت هوانج بنام وهي فرحانه لان الخبر انتشر في كل مكان، ولما بصت نام على المشاهدات قالت ان الخطه ماشيه زي ما هم مخططين لها بالظبط، وراحت بعدها على المصنع على طول. وكان أوسي متضايق جدا وعمل اجتماع طارئ لكل اعضاء مجلس الاداره، وطلب منهم يرفعوا قضايا على القناه الاخباريه ويعملوا بلاغات عليهم على الانترنت. لكن الفيديو اللي اتعرض ده يعتبر اتهام صريح ليهم لان الجاكيت عليه لوجو المصنع بتاعهم، والاهم من كل ده انهم يدوروا على بنت هوانج لانها الوحيده اللي هيقدروا يستخدموها علشان يوقفوا هوانج عند حدها ويبعدوها عنهم. وكانت نام لسه في مكتبه وعملت نفسها بتتكلم مع والدتها في منغوليا، وفضلت تعيط انها وحشتها، وكانت نام اصلا من طبيعتها انها بتتحرك كتير، ففضلت تتحرك لحد درج المكتب وفتحته واخدت منه تليفون أوسي وخرجت لمكتبها وعملت من اللفات اللي فيه نسخه على فلاشه، وخرجت علشان ترجع التليفون لمكتب أوسي، وعرفت من السكرتاريه انه وصل، فجرت باقصى سرعه عندها ورجعت كل حاجه مكانها. واول ما وصل لقاها في المكتب قاعده عادي، وقالت له انها قاعده مستنياه، فطلع تليفون من المكتب عمل مكالمه وسالها ان كان يقدر يثق فيها بشكل كامل، وهي قالت له انها هتبقى قد ثقته، وسبقها هو على العربيه وهي استغلت الفرصه واتصلت بغان وقالت له انها هتبعت له الفلاشه اللي حملتها. وبالصدفه كان الحارس الشخصي الأوسي معدي من نفس المكان اللي هي فيه وسمعها، وهي ما حستش بيه خالص، وخرجت لأوسي واتعاملت بشكل طبيعي، وكان رايح يحدد هيبداوا بمين من عيله هوانج، واختار أوسي انهم يبداوا بالجده ويقضوا عليها. وبعدها اخدها وراحوا قابلوا واحده من المافيا الروسيه في مخزن تحت الارض، فسابتهم نام يتكلموا وخرجت صورت المكان كله بالساعه اللي في ايديها، ووصلت للمعمل اللي بيتصنع فيه المخدر وكمان الترياق، فاستخبت من الكيمياء الموجود وصورت مكان كل حاجه. وفي الوقت ده كانت الجده مع جون في المطعم، وطلب منها توعده انها مش هتتخلى عنه وهو هيحل كل حاجه لانه ما عندوش استعداد ابدا انه يبعد عنها. وفرحت الجده بكلامه وبقت تشتغل معاه وتساعده، وقال لها انه لازم يروح بدري لانه محضر لها مفاجاه، وطلب منها تروح هي كمان بسرعه. وفي الوقت ده كان أوسي هو كمان اخذ نام ووصلها، واتصل بالسكرتيره قال لها انه صحيح ما خدرهاش بالمرة
المخدر السام، لكن عرف كل حاجة من أختها الصغيرة، ولو ما نفذتش المطلوب منها هيأذي أختها. وبعد ما قال تهديده قفل السكة وحاولت هي إنها تتصل بأختها بس ما كانتش بترد، ففضلت تعيط من القلق والخوف. وجه الدور على الجدة، فبعت لها أوسي رجالة كتير بأسلحة وخطفوها وأخدوها المخزن، وهي فضلت ماشية معاهم. ودخلت المخزن وأول ما الباب اتقفل مسكتهم كلهم، ضربتهم وكسرت عظمهم وسابتهم غرقانين في دمهم ومشيت. والحاجة الضرورية اللي خلت جون يروح بدري ويسيبها هو إنه راح لجوزها المستشفى وقال له إنه خاطبها وكانوا ناويين يتجوزوا قبل ما يظهر هو، وبما إنه ظهر فلازم يطلقها لأنه مش ناوي يبعد عنها أبدا، ومسكوا ضربه. وراح اشترى بوكيه ورد كبير وراح لها به البيت وقال لها إن والد سونج خلاص طلقها ولازم يتجوزوا بسرعة جدا. ودخلوا احتفلوا مع بعض في البيت. أما أوسي فبعت رسالة لنام سألها بتعمل إيه، فصورت له نفسها وهي بتاكل فراخ، وكانت فعلا بتاكل مع أخوها في الاستوديو عند والدها. وقال لها إن نام شخص كويس جدا ومش لازم تخسره. فاستغربت نام من كلامه، فقال لها إن الوقت اللي قضاه في المستشفى كان غان كل يوم بيتصل بيه، وحتى بعد ما خرج برضه بقى يطمن عليه. فاتحرجت نام من كلامه وسابته وقامت تدور على والدها. وفي الوقت ده كان أوسي عارف إن بنت هوانج اللي بيدور عليها بتساعد عائلة العامل اللي مات منتحر في المصنع، فطلب منه يجيبه له بسرعة. وفعلا جاله الولد وسأله عن نام، وكان لسه هيوروا له صورتها اللي على تليفونه. جاله اتصال من واحد في استوديو برنامج الأخبار ويبعت له ملف الأخبار اللي هيتذاع. وحضرت سكرتيرة هوانج النشرة دي وكان باين عليها القلق والتوتر، ففهمت هوانج إن في حاجة غلط. والغلط في الموضوع زاد أكتر لما أوسي مسك تليفون الولد علشان ياخد منه رقم نام، وبمجرد ما كتبه على تليفونه ظهر له اسم سانتينج، وتأكد أكتر وطلع صورتها وراها للولد، فأكد له الولد إنها فعلا نام. وطبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة له. وقعد على مكتبه وكان هيتجنن وصرخ بعلو صوته باسم نام، وكان ناولها على نية سودا. وفي الوقت ده كان تصوير نشرة الأخبار بدأ، ولاحظت هوانج إن السكرتيرة متغيرة فندهت عليها وأخدتها بعيد عن الكل واتكلمت معاها على انفراد وسألتها إيه اللي بيحصل. فانهارت السكرتيرة من العياط وما قدرتش تخبي عنها أي حاجة، وحكت لها عن عملية الخطف اللي تعرضت لها وإن أوسي بيهددها بأختها الصغيرة وهي خايفة جدا عليها. فاعتذرت لها هوانج إنها عرضتها الموقف زي ده، ومسكت تليفونها واتصلت بناس تبعها أخدوا أخت السكرتيرة عندهم، ووعدتها هوانج إن مفيش أي حاجة وحشة هتحصل لأختها وإنها بقت خلاص في أمان. وراح كمان غان وزمايله الضباط للجدة، فلقوا هناك جون استقبلهم وقدم لهم الشاي وقال لهم إن سونج ووالده في المستشفى منهارين، واضطرت الجدة إنها تروح معاهم. فجاء سكرتيرة هوانج وقال لهم إن السيدة هوانج طلبت منه إنه ياخدهم لأوضة فيها خزنة تحت الأرض، وأخدهم دخلهم للخزنة وسابهم براحتهم وخرج. واتصلت بيهم السيدة هوانج وقالت لغان إنها هتسافر بكرة لمدينة بوسان وهتجيب أرانب بحر كتير، وطلبت منه ما يقولش لأي حد أبدا على مكانه ولا على اللي ناويين يعملوه، ويخلوا الموضوع كده في السر حتى على نام. وقفلت معاه واتصلت اطمنت على أخت السكرتيرة تاني وعرفت إنها بخير، وبلغت السكرتيرة إنه كل حاجة تمام، وطلبت منها إنها تفضل معاها لأن أوسي أكيد مش هيسيبها في حالها. وكان أوسي لسه بيفكر إزاي هينتقم من نام، فطلب من واحد من رجالته إنه يعمل له مؤتمر صحفي في المخزن وقال له إنه هيعرفهم الحقيقة. ولأن هوانج كانت مش مطمنة له فخلت كل عيلتها يقعدوا معاها في البيت ويبقوا تحت عينيها. وكان سونج والجدة عمالين يتجادلوا لأنه كان رافض اللي عملته في والده وإنها تتخلى عن والده وتتجوز واحد تاني غيره، مع إن والده طلع ما هجرهمش ولا حاجة. فقالت له إن اللي عمله والده ده مالوش غفران ولا مسامحة عندها، وهي كبيرة كفاية إنها تاخد قرارات في حياتها ومفيش حد ليه الحق إنه يتدخل أبدا. فسكتتهم هوانج وقالت لهم إن في حاجات أهم بكتير لازم يفكروا فيها دلوقتي. وفعلا كان عندها حق، لأن هوانج جمع الصحفيين وطلع جاكيت قدامهم كلهم وقطعه وطلع الحشوة اللي فيه وحطها في المية وما تحولتش لأي حاجة، وقال إن كل اللي بيتقال عليه كذب وافتراء. وفي اللحظة دي كانت نام وباقي العيلة مسافرين لمدينة بوسان، واتصلت نام بغان وقالت له إنها في الطريق وإنه مش لازم يقلق عليها لأنها بتعمل صح، واللي بيعمل صح عمره ما بيتأذي. وفكرته إن عيلتها كلها تعرضت للخطر بسبب أوسي، وعشان كده لازم يكشفوه وما يسيبوهوش غير وهو مسجون. وبعد ما قفلت الخط اتصلت به المجرمة اللي أفرج عنها في مقابل إنها تبعت له قائمة الموزعين، وفعلا بعتت له القائمة كلها. وراح هو وباقي الضباط وطلبوا من سكرتير هوانج إنه يساعدهم وخلوه يدخل المحكمة ويتهم المدعي العام قدام الكل بالفساد والتستر على المجرمين، وفعلا عمل كده واتقبض عليه. وكان برنامج للأخبار مستضيفين نائب المدعي العام وقال إنه مستعد يراهن على مسيرته المهنية كاملة على عدم وجود المخدرات دي. وكان غان وأصحابه دخلوا الاستوديو متنكرين وزعوا فيديوهات لأهل الضحايا اللي وصل لهم المخدر على إنه حبوب تخسيس، وكمل الفيديو كمان بعمل صناعة المخدر والترياق. وانتشر الفيديو ده بسرعة البرق وجاب مشاهدات عالية جدا، ولما هوانج ونام شافوا المشاهدات فرحوا جدا
بوسان. واول ما وصلوا لمدينه بوسان لقت والدتها اللي ربتها جت مخصوص لانها وحشتها، فعرفتها نام على العيله كلها وقعدوا اتغدوا كلهم مع بعض، ووقفت رقصت معاها والكل كان مبسوط جدا لحد ما جالهم اتصال ان تم القبض على غن وزمايله الضباط واتحطوا في زنزانه كمان. وخرجت هوانج وراحت المينا، وهناك قابلت خبير التجاره اللي طول الوقت بتقول عليه انه نصاب، بس هو فضل يقسم لها انه مظلوم. ولما جانج شافهم بيتكلموا اتضايق وحس بالغيره، فراح إين ياكل واخدت تنام والدتها اللي ربتها وراحوا يتمشوا على البحر. اما الجده فراحت لزوجها ومعاها محامي علشان تمضيها على كل ورق الطلاق، ولما قال لها انه متمسك بيها كانت هتموته، وفضل المحامي يدافع عنه ويبعدها علشان ما تضربهوش. وقبل ما نعرف عملت ايه تاني بنشوف هوجة وهي ماشيه في الشارع، وفجاه ظهر لها شخص مسلح في ايده سكينه وطعنها في بطنها ومشي، وهي وقعت في الارض واصابتها كانت قويه جدا. وكل اللي عملته انها طلعت تليفونها واتصلت بهوانج، بس ما قدرتش تتكلم ولا كلمه. ونزل اوسي من عربيته واخد منها التليفون وقفل وسابها تموت. وبنرجع نكمل اللي حصل مع الجده. وبعد ما مشيت من عند زوجها القديم راحت لجون، فلقت ورقه في المكان مكتوب فيها انها لو عايزه تنقذه فهتلاقيه في المخزن، وكمان مكتوب عنوان المخزن، فراحت على هناك على طول وعينيها كلها شر. واول ما جون شافها طلب منها تمشي لان العصابه اللي خطفاها دي شريره جدا، فقالت له ما يخافش عليها، وهجمت عليهم وضربتهم كلهم. واخدت جون وخرجت به وقالت له ما يخافش تاني ابدا طول ما هي جنبه ومعاه. وكان غن وزمايله محبوسين لحد ما رئيس المباحث راح خرجهم وقال لهم ان طلعت مذكره بالقبض على اوسي، ففرحوا جدا وقالوا انه اخيرا دايره الاشرار هتتمحي من على وش الارض. وبعت رساله لنام اطمن عليها، وخبى عليها انه في بيتها. واول ما حسوا بوجود الجده وجون استخبوا بسرعه جدا. وجت مكالمه لغن بلغوه ان النائب العام اتقتل. ووصلت رساله لنام من هوجة بتقول لها فيها ان اوسي قتلها علشان قالت انها ما تعرفهاش، وبكده فهمت نام انه عارف هي مين. ولما مسك منها التليفون قال لها ان هي اللي عليها الدور، وكان هو برضو اللي قتل نائب المدعي العام وراح غنى على مكان الحادثه. اما هوانج فعملت جنازه كبيره لهوجة اللي بتعتبرها بنتها، وحضر الجنازه جانج وقالوا انه ظلمها كتير وكان ضدها وضد انهم يساعدوها، بس هو دلوقتي ندمان بعد ما عرف انها رفضت تقول له اوسي على نام وحمتها. فقالت له هوانج ان مش لازم نحكم على حد من ماضيه، وان كل انسان من حقه ياخد فرصه تانية يصلح فيها اخطائه. وحس جانج ان الكلام ده سهل عليه كتير، وسالها ان كان هو كمان يستاهل فرصه تانية ولا خلاص هي ارتبطت برجل اعمال. واستغربت هوانج من كلامه وقالت له ان ده شخص نصاب وجرايمه كتيره، وهي بتحاول تكشفه على حقيقته. وقالت له ان اللي هي بتعمله ده خطير وممكن تموت في اي وقت، ولسه هتوصيه على الولاد اتعصب عليها، وقال لها ان موتها هيدمره ومش هيستحمل فراقها ابدا. فسابته ودخلت لنام ولقيتها واقفه وبتستعد انها تخرج، وقالت لها ان اوسي دلوقتي عارف هي مين، وبكده يبقى لازم تواجهه وتخلص الموضوع. فوصتها والدتها انها تاخد بالها من نفسها، وغيرت نام لبس الجنازه وراحت لغن وقالت له على كل حاجه. واتصلت بعد كده بأوسي وسألته ليه بيقتل الناس بدل ما يطاردها هي، فسألها إن كانت اتعمدت الكذب عليه ولا ما كانتش لسه تعرف إنها بنت هوانج وقت ما اشتغلت عنده. فقالت له إنها اتعمدت تخدعه ومش هتسيبه غير وهو في السجن، ولو عنده شجاعة يواجهها هي. وقالت له إنه جبان فقفل الخط في وشها، وده خلاها تتعصب أكتر. فهدها غن وتتبع مكان التليفون بتاعه لحد ما عرف مكانه، وسمعوا كمان آخر مكالمة ليه، وكانت من شخص اسمه نوش. وأوسي ما ادالوش فرصة إنه يقول أي حاجة، وقال له إنه مش هيسمح لحد إنه يتحكم فيه تاني ولا هيموت وهو خدام عند حد وخصوصا بافل. وخرجت نام بعدها وراح معاها غام، بس ما عرفوش يوصلوا له. وكان اوسي بيموت اعضاء المافيا ومنهم بيوم وغيره، وده اللي عرفته هوانج من عضو المنظمه. وعرفها كمان انه لقى صوره لبريد، ودي عندها قوه خارقه زي هانج بس بتحب تساعد الشر. وفعلا كانت بتاخد الفلوس من اوسي وتديها للمستثمر عدو هوانج علشان يغسل الاموال. وكان اوسي لسه بيطلب من رجالته انهم يراقبوا كل عائله هوانج علشان ينتقم منهم. واخيرا قدرت الشرطه تحدد مكانه اول ما فتح تليفونه وعمل منه مكالمه، والمافيا الروسيه هم كمان كانوا بيدوروا عليه علشان ينتقموا منه بعد كل اللي قتلهم، وكانوا كل ما يحددوا له مكان بيغيروا. ففكرت نام انها تخطف الكيميائي وتجيبوا الاسم علشان يستجوبوه، وخصوصا انهم سمعوا اخر مكالمه لاوسي كان بيبلغ فيها المافيا الروسيه مكانه علشان يكمل المسيره ويصنع لهم اللي هم عايزينه. وقالت نام انها هتخرج وتدور على اوسي بنفسها لان ده قدرها. فخرج غن وراها وخلاها توعده انها هترجع له تاني، وراحت على المصنع ودورت على اي حاجه ممكن تساعدها. وكتبت رساله لاوسي بلغته ان الكيميائي في مصنع دوغو مستنيه، ويفهم اوسي ان نام هي اللي بعت الرساله. وبعت لها عنوان وقال لها ان والدتها من منغوليا معاه، ولو الشرطه شافت العنوان اللي بعته لها او عرفت عنه حاجه فهيقتلها. وقال لها غن انه هيروح معاها، بس هي رفضت لانها كانت خايفه على والدتها. بس غن تتبع مكانها من الساعه وراح لها، واصحابه رفضوا انهم يسيبوه لوحده وخرجوا هم كمان وراه. ولما نام وصلت لقت قنبله وهددها اوسي انها لو ما سمعتش كلامه هيفجر المكان ووالدتها هتموت، واجبرها انها تاخد المخدر. وكانت ازازه الميه فوق حساس القنبله،
يعني لو شربت منها هتموت، ولو ما شربتش خلال ساعة برضه هتموت. وحاولت انها تقاوم بس اغمى عليها. وفي الوقت ده كانت هوانج مع النصاب واعترف لها انه تبع اوسي، وورى لها صورة نام وهي بتموت، فبلغت غان علشان يساعدها لان هي ما كانتش قادرة تتحرك، لان اي واحدة منهم بتتأذي الباقيين بيتأثروا. ولما الجدة عرفت انهم في خطر قررت انها تستخدم اقصى قوة وتبعتها لهم فيقوا، وودعت جول لانها ممكن تموت، وفعلا نجحت وقامت نام وفاقت. وقامت شالت باب المكان اللي كانت فيه ولقت اوسي لسه ما ماتش، وهو اول ما شافها رجع لها وخنقها ومسك حديدة حدفها بها، بس هي مسكتها وطعنته بيها، والمفاجأة انه ما تأثرش خالص. ولقى غان جه من وراه وهدده بمسدس، فحدف اوسي الحديدة فجأة على نام، والمرة دي اتصابت وجري عليها غان يساعدها وقال لها انه هيجيب لها الترياق. فقالت له ان في حاجة اهم، لان والدتها المنغولية ركبت طيارة معاها قنبلة، فاتصل غان بالمسؤولين وراحوا فتشوا الطيارة وخرجوا القنبلة وعطلوها، واخد هو نام نقلها على المستشفى، وكانت حالته صعبة جدا. والجدة كمان اخدها جون على المستشفى، وكانت بين الحياة والموت وقلبها واقف اكتر من الاول. ووصلت هوانج وهي مش قادرة، وكان غان وصل بالترياق وشربه النام. وجريت هوانج على اوضة والدتها ومسكت ايديها وفضلت تعيط وتعتذر لها، ولقيتها فاقت وبتكلمها. وفي الوقت ده كانت الشرطة قبضت على كل مساعدين اوسي، ووصلت المافيا وكانوا باعتين له اعز صديق وهو صديق الطفولة اللي كان اوسي فاكره انه مات، وكان لسه هيقتله، وفكروا اوسي بكل ذكرياتهم، فاداله صديقه المسدس ومشي. ولما الشرطة وصلت سلطوا اسلحتهم كلهم عليه، بس هو حط المسدس على راسه وقال لهم انه لازم يموت بكرامة. ومع انه كان مجرم، بس نام ما قدرتش تمسك دموعها لما مات. وللاسف المشكلة لسه ما اتحلتش، لان الشرطة ما كانتش لسه وصلت للترياق، فقرروا انهم يعملوا صفقة مع سكرتيرة اوسي اللي قبضوا عليها، وفعلا عرفتهم المكان اللي متخزن فيه الترياق. وحطت نام والظباط خطة واخدت كل كميات الترياق واستأذنت هانج الشرطة، ودخلت استجوبت الكيميائي وهددته لحد ما اخدت منه سر التركيبة، واجتمعت مع والدتها ونام وفطروا مع بعض وكانوا مبسوطين جدا. وتوعدت هوانج لكل المجرمين انهم مش هيفلتوا من ايديها ابدا. وراحت بعد كده حضرت احتفالية الشرطة اللي ترقى فيها غنو وكل الظباط اصحابه، وعينوا نام كمان ظابط معاهم، وفازت بوسام الشرف وكرموها على كل مجهودها. واجتمعت العيلة كلها على السفرة، وحتى والد سونج كان معاهم، وقالوا انه ما بقاش زعلان من اللي الجد عملته معاه، لانه حب حياة العزوبية اكتر. وطلب جانج من هوانج انهم يرجعوا لبعض، وقال لها انه ما بقاش عايز يعيش لوحده تاني. وخطب غن هو كمان نام، وقرروا انهم يعيشوا مع بعض للابد. وكانت فرحتها ما تتقدرش لدرجة انها شلته وجريت بيه في الشارع. ولما اخد اهله عند اهلها للخطوبة كانت والدته مش عاجبها نام وبتتكلم معاها بتكبر، لحد ما هوانج قالت انها هتقدم لهم هدايا كتيرة جدا، وفرحت ووافقت على الجواز. وكانت طلبت بتسريع الجوازة، وقعد الكل وفرحان وسعيد. وما بعدتش هوانج عن سعيها للحق والعدالة وانها تقضي على المجرمين والفاسدين. ونام كمان والكل كان مرحب بيها في الاسم. ولما خرجت في اول دورية ليها راح لها غن ولقاها بترمي المجرمين من الشباك، فلحقهم من ايديها وكانت فرحانة جدا انها بتقبض على المجرمين. وقفت قالت بعلو صوتها نام جنجسون القوية، ودي كانت النهاية والسلام.